السلام عليكم. وصلتني رسالة صوتية مسربة بصوت الدكتور كريم العوضي وهو يبرر سبب عدم الحديث للإعلام عن سبب الوفاة من السفير في الإمارات. اسمع كده بنفسك وبعدين هنحلل، وهتسمع أدلة موثقة تم تقديمها للنيابة العامة. بس اسمع الرسالة الصوتية دي وارجع لي تاني. انا عايز يرجع واكتب، لان انا السفير قال لي مفيش حاجه هتخرج للاعلام غير من بقك انت. قلت له طيب خلاص، لو انا عرفت حاجه وانا بعرفها من كنت انا اعرف ايه؟ عارف من السفير نفسه اللي هو حداد الجوهري، هو اداني تليفونه وقال لي اي حاجه هتخرج للاعلان هتبقى طالعه من بقك او من بق مراتي. قلت له خلاص، انا عن نفسي مفيش حاجه هاخدها غير منه. ولا هاخده. احنا اول مره اتحط في موقف زي ده في وسطينا، واول مره ان انا حد يموت بره. انا نفسي اشتغلت في السعوديه شويه ورجعت، والحمد لله ان انا رجعت بلدنا. يوم ما قدرنا يعرفوا مين اللي هيجي يشيل الشيله ويوكلت الوضع اللي احنا فيه ده كله. انا مش اعتقد كده سمعت الرسالة، ولكن انا عايز اقول احنا عندنا ثقة تامة في النيابة العامة المصرية، لانها بتتمتع بالنزاهة والحيادية حتى الوصول الى الحقيقة. ان في ادلة كتيرة جدا وشكوك وتضارب وتناقضات في وفاة الدكتور ضياء العوضي، وده اللي دفع محاميه وزوجته بفتح تحقيق شامل للوصول الى الحقيقة. واهم هذه الشكوك الرسالة اللي انت سمعتها دلوقتي، وفي ادلة كتيرة. على سبيل المثال عدم ارسال السلطات الاماراتيه فلاشه من كاميرات المراقبه في الفندق اللي هي بتحوي سجل دخول الدكتور ضياء من اول يوم دخل فيه الفندق لحد اليوم اللي تم فيه اكتشاف حاله الوفاه. وده الدليل المادي الوحيد اللي بيقطع الشك باليقين، لان زي ما هو مثبت ان هم بيقولوا ان هو كان حاجز يومين بس في الفندق، اليومين دول تقريبا من يوم 12 ليوم 14، وكمان وضعه لافتة عدم الازعاج، في حين ان بروتوكول الامان في الفندق خالف كل القواعد. انت عندك نزيل حاجز لمدة يومين، في خلال اليومين ما خرجش من غرفته، سبته كمان بعد منها 4 ايام او 5 ايام تاني من غير ما تروح تقول له تعالى جدد مدة الحجز او تشوف الراجل ده ما خرجش من غرفته ليه. ولما اختفى لمدة يومين عن الأستاذ محمود حجازي، راح الراجل يسأل عليه في الفندق، فسأل عليه في فندق هيلتون الجميرة، قالوا له روح اسأل عليه في اسم البرشا. راح اسم البرشا يسأل عليه، فقالوا له لا مفيش حد جالنا بالاسم ده. فتوجه الراجل على السفارة علشان خاطر يبلغ السفارة. الكلام ده تقريبا في اليوم ال14. السفارة فضلت من يوم 14 لحد يوم 19 ما سألتش عنه. الدليل الثالث الدكتور زياد عادل اللي هو صديقه اللي قدر يستقطبه للإمارات، لو حللنا كلامه هنلاقي فيه تناقضات كتيرة جدا، وخاصة استخدامه استراتيجية الإلحاح والإصرار والاستدراج للدكتور ضياء إلى الإمارات، سقوط الفيزا مرتين والإلحاح لاستخراج